ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. الفيديو ده طبعا لو انت بتتفرج عليه يبقى انت كده على اليوتيوب، ان انا اصلا بقالي فتره مركز على فيسبوك، بس يبقى ان شاء الله الفتره اللي جايه كده برضه هركز على اليوتيوب كمان ان شاء الله. المهم والفيسبوك عندي برضه هتلاقيه بنفس الاسم، مؤاخذة الزملكاوي. انا بس طالع اقول لكم اهو، يعني الحمد لله الحمد لله. لو انت حتى متابعني من زمان سواء على الفيسبوك او اليوتيوب هتعرف ان انا كل حاجه قلتها او بقولها اهم حاجه عندي المصداقيه، سواء على النادي الاهلي او على نادي الزمالك. طبعا الاخبار كلها اللي بقولها متخصصه بنادي الزمالك، بس انا قصدي ايه، حتى لما اجي احفل على النادي الاهلي بقول معلومه حقيقيه. لما اجي مثلا اقول مثلا هيحصل في النادي الاهلي كذا، تبقى معلومه حقيقيه. انت كونك بقى المعلومه دي مش عاجباك انت، انا ماليش دعوه. انا مش بقول لك حاجه تعجبك، انا بقول لك معلومه. الكلام ده بقى ايه؟ لو انا بقول لك رايي الشخصي ايه ممكن بقى ايه نتكلم ونتكلم بادب ونتناقش، لكن المعلومه دي ما فيهاش. زي مثلا ما قلت لك كده على موضوع زيزو، قلت لك زيزو مضى من زمان، زيزو مضى. انا راجل زملكاوي ونفسي زيزو يقعد، بس طبعا بعد اللي عمله ده انا نفسي يقعد بس عشان ناخده، ما يروحش النادي الاهلي وناخده نبيعه، لكن هو ما يستحقش يلبس التيشيرت بتاعنا بعد كل اللي عملناه معاه وفي الاخر يروح يمضي عشان 20 زياده. يعني هو انت بتضيع تاريخك كله، انت فاضل لك حوالي بتاع اقل من 40 جون وتبقى تاريخ الهداف التاريخي لنادي الزمالك، بتسيب كل ده عشان قرشين زياده؟ انا ما اعرفش ايه العقليه دي، مفيش بلاطه، فالله يسهل له يعني. لكن زيزو يا باشا مضى وقبض، وانا قلتها وبقولها تاني. هو والده اخد العموله كامله وزياده كمان، اخد 50 مليون، وزيزو هياخد 2 مليون دولار في السنه، غير البونص، غير الثلاث عربيات اللي هم هيجوا اول سنه. فخلاص يا باشا خلصان. ولسه شايف اللي هو الحته الاعلان، لقطه كده من الاعلان بتاع السادة الاهلي منزلين كده عيل صغير لابس زيزو. المهم يعني، فالحل الوحيد زي ما وبرضه انا اول واحد في مصر قلت دي بقى، انا واحد في مصر انا واثق منها، قلت ان الحل الوحيد ان زيزو يقعد في الزمالك، هو حاجه تعمل له حاجه اسمها امتداد تعاقد للعقد بتاعه. العقد بتاعه هيتعمل له امتداد. لو ده حصل النادي الاهلي باي باي، خلاص انسى انسى النادي الاهلي بقى، ان شاء الله يكون ماضي مع 80 فرقه. اول حاجه ايه، نفس اللي حصل مع عبد الله سعيد، كان ماضي معانا، بس اول ما الاهلي عمل له امتداد خلاص الموضوع خلص. الناس تقول لك ما في شرط جزائي، تمام يا سيدي. النادي الاهلي ساعتها بقى، ما هو النادي الاهلي ساعتها يا جماعه لو اعلن ساعتها، عشان هو مضى مع واحد في اللي هي الفتره اللي غير مسموح بيها، فالنادي الاهلي هيتوقف ايه، فترتين قيد، اللي هم الفتره دي اللي جايه دي والفتره اللي جايه، والنادي الاهلي داخل على كاس عالم، فاستحاله استحاله استحاله النادي الاهلي هيضحي بالحته دي. فاهمني؟ يعني مثلا مرتضى منصور لما ضحى بايه، يعني هو كان ممكن يوقف عبد الله السعيد، ان هو ساعتها كان ماضي فرقتين، بس هو احنا مش هناخده خلاص، بس هنوقفه 6 اشهر. النادي الاهلي ممكن يعمل كده كده كده، مش هياخد زيزو لو هو عامل امتداد للعقد، بس يقدر يوقفه 6 اشهر. بس مش احنا ما وقفناش، لان ساعتها تركي الشيخ تدخل واداله فلوس واداله اللعيبه وكده اهو، تمام. المره دي النادي الاهلي مش هيعرف يعمل حاجه، هو اخره يشتكي بس هيشتكي، هيأذي نفسه قبل ما يأذي زيزو بس. لكن كده كده الزمالك مش هتضرب حاجه، بالعكس احنا ايه نبقى ضيعنا اللعيبه على الزمالك، وقصدي على النادي الاهلي، وفي الاخر كده هناخده نبيعه في اي دوله تانية. لكن زيزو ما يستحقش يلبس تيشيرت نادي الزمالك. بعدين يا جماعه حتى من قبل حتى ما اي حاجه تحصل، انتوا قلت لكم قبل كده ايه شغلوا مخكم. لاعب كل يوم الناس اللي مديا الاهلاويه عماله تقول لك ايه، ده الاهلي مضى، ده زيزو مضى وقعد ومش عارف ايه، ومديا الاهلاويه كده كلها عماله تقول الكلام ده، وانت ما طلعتش حتى تنكر، ما تلاقيش تنزل بوست تقول لا يا جماعه ايه، انا عاوز اقعد، انا بحب النادي، زي مثلا ما اسمه ايه ده النهارده ناصر ماهر عمل كده اهو، اول ما بدات في اشاعات تطلع ان هو متضايق وعاوز يمشي وعاوز يزود عقده وي 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 وي، ايه اللي حصل بعد كده؟ طلع قال لك والله يا جماعه انا واحد اتنين تلاته اربعه، الموضوع خلص خلاص، قطع لاي لسان. لكن ده قاعد ويتمرن وهي، وصاحبه الملزق عامل لي فيها مش عارف ايه، وصاحبه ده استغفر الله العظيم يا رب يعني، الناس حتى مدينه قيمه. صاحبه بقى عنده اكونتين، واحد شخصي وواحد بقى هو بيميز فيه بقى، اللي هو بقى اللي يعني صاحبه ده اهلاوي ومتسوق، وعندي ونزلت بكده الصوره بالتيشيرت الاهلاوي، هو يعني صاحبه اهلاوي، وابوه طبعا اهلاوي، وزيزو اهلاوي اصلا اهلاوي. بس خلاص يا زيزو، انت كنت لعبت في نادي الزمالك ونادي الزمالك خيره عليك بعد ربنا، كل المجد والفلوس والعز اللي انت فيها ده، كل ده من خير نادي الزمالك، بس انت ايه، الشبع من بعد جوع، انت جعان انت وابوك. والنهارده حتى برضه لسه تامر النحاس، ما تبص يا جماعه هتلاقي بقى ايه اهلاويه، ايه الاهلي عمال يضغط على زيزو عشان ما يروحش هناك خلاص، عمال يقول له بقى انت ما ينفعش تمضي عشان في شرط كده، خلاص هيحولوا بقى خلاص، ليه هم خايفين ان هم عارفين ان هو مضى خلاص الموضوع انتهى. فهو عشان كده حتى ايه، النادي الاهلي اصل لو كان واثق ما كان خلاص كان هو مضاه ما كانش يتكلم. لكن النادي الاهلي عمال يعمل ايه، ضغط على اللاعب ضغط على اللاعب، ليه؟ عشان عارفين ان هو مجرد ما يمضي خلاص الموضوع انتهى
بس فالموضوع كله لسه فيه زيزو طبعا لو مضى، بس انا بقول لك انا ما اعتقدش ان هو هيمضي. خلاص، هو شكله بقى هو سيستم حياته على النادي الاهلي. وانا اساسا انا بقول لك الحل، انا بس عاوز يمضي عشان ما يروحش النادي الاهلي عشان الشماته. هم اصلا النادي الاهلي هيعمل بيه ايه؟ هو يعني تفكر مثلا زيزو ده هيبقى حاجه في النادي الاهلي ده، ولا هيبقى حاجه؟ ده حته بتاع كده، هياخدوك شيخه كده، يبقى هيبقى المشطشط الملعلع، مش عارف ايه، زي امام عاشور 4 سنين وام امه. خلاص هيبقى ساعتها كام سنه؟ 34 سنه، ولا يلزمهم بنكله. خلاص اخدوه عملوا بيه الشو وعملوا الضربه بتاعتهم هم طبعا. كل ده عشان موضوع ماتش القمه. ماتش القمه اللي هم خسوه من لا شيء، ولسه في 3 نقط. بصوا يا جماعه، انا قلتها وبقولها تاني، 3 نقط راجعين ان شاء الله، الزمالك راجعين. بس الفكره بقى، انت ايه، حتى بعد ما تاخدهم انت معاك مدرب ملط. فاتمنى من الاداره المحترمه، الاداره الفاشله اللي مش عارفه ولا تجيب لعيبه ولا تحافظ على لعيبتها ولا عارفه تجيب مدرب، نجيب مدرب. يعني بلاش نسترخص يا جماعه، عشان احنا لما بنسترخص بيجيب لعيبه. جبنا مثلا 20 لعيب نصهم رخيص اهو زفت، مش لاك ومش عارف وزياد كمال وي اشكال اللي عاوزه ايه ضاله كلها. والتانيين مش اشكال، قصدي يعني مستواهم، يعني هما ليهم كل احترام كناس ايه كاشخاص. يعني كان مستوى كوره زفت، ما يلعبوش حتى في هنا في تحت هنا في الجنينه عندي. فزفت. جايبين مدرب مالط. الزفت ده كل ماتشاته، حتى كمان قلت عملت فيديو عليه وعملت احصائيات عليه، تاريخه زفت. ما كسبش ولا بطوله. كسب بطوله زي كاس رابطه كده في البرتغال، بطوله واحده. ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ جايب لي مدرب ما خافش يلعب بطوله. حتى كان نسب فوزه مع الانديه هو ما فيش. ده راجل، ده نيجيريا كانت نسبه فوزه مع نيجيريا اقل من 45%، يعني ساقط. يعني ده لو الافتتاحيه يعتبر نيجيريا يا جماعه، اللي هي قوه عظمى في افريقيا، مش عارف يكسب بيها برضه. اه وصل نهائي افريقيا، وكان ممكن يكسب كوت ديفوار، اللي هي كانت كوت ديفوار كانت في حاله زي الزفت برضه، وما فيش ما عرفش. المهم يعني هو مدرب فاشل، وهو اديك شايفين اهو، ما بيعملش حاجه خالص غير تعادلات 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 وخساره، وبيدافع بيخش في جوان. عامه بس مش عايز يتطرق للموضوع ده دلوقتي بعدين. بس زيزو انا اتمنى ان هو، اتمنى يعني كاي حد، يعني زي اي حد زملكاوي، ان هو يجي مش عشان يقعد، عشان يمضي. بعد كده احنا ايه نبيعه في 60,000 داهيه. ده ما يقعدش خلاص، ده بعد اللي عمله ده ما يقعدش. انا حتى مش هتقبله اشوف اصلا بتيشيرت نادي الزمالك. فبعد كده بس المهم يا جماعه، انا اقول لكم معلومه يا جماعه. انا بص، ابسط حاجه قلتها لكم وبقولها تاني وتالت، انا ممكن ابيع لك الوهم زي ما كده ايه في الزمالك دلوقتي، او في ساعات في اداره النادي الاهلي بتبيع الوهم للجمهور، احنا هنعمل وهنسوي وفي كده النهارده. بس انا فاهم يمكن، بس إن الفتره دي ميدو وعمرو الجنايني والناس دي كلها بيحاولوا ايه، يعني يعني ايه بيتقربوا كده لاحمد زي زيزو، سيد زيزو، عشان ان هو راجل يمضي ويغيظوا النادي الاهلي، وان هو ما راحش النادي الاهلي والكلام ده كله. بس انا بقول لكم غالبا بنسبه كبيره هو مش هيمضي. وانا قلتها من المره اللي فاتت، طالما ما عادش الجمعه والسبت اللي فاتوا خلاص هو مش عاوز يقعد. وانا خلاص بقى المفروض كده رسمي، لو السبت اللي هو قصدي بعد ماتش الاربعاء ده ان شاء الله، لو زيزو ما عادش معاهم خلاص يا جماعه يجمدوه خلاص رسمي. ولا احنا بقى هنجهزه بقى يروح عشان يروح يلعب كاس العالم مع النادي الاهلي بقى هو تمام وفورمه؟ لا، ما يلعبش. انا عارف في ناس تيجي تقول لك لا خلاص نفصل ده عن ده ونستغله، بس هو حتى مستوى زي، يعني انت عارف مثلا لو مثلا في القمه هيكسبنا، اقول لك ماشي يا عم اهو ندوس على نفسنا ونستحمله، طبعا هيكسبنا مثلا وهننافس على مركز تاني وي. بس احنا مش هنعمل حاجه بالمدرب المالت ده، وبحتى مستوى هو زي الزفت. واكيد هما برضه بيقولوا له ايه في النادي الاهلي، العب ماتشين تلاته بس عشان تحافظ على فورمتك، مش عارف ايه، يمكن لك ما تدي فيعني. ما هو طبيعي برضه، انا كلها شرايين، انا هلعب بقى جامد، افرض اتصبت ولا ولا حصل لي حاجه ولا جالي رباط صليبي ولا. فاكيد مش هعمل كده، كده هلعب على خفيف خفيف ايه عشان بس ايه احافظ على فورمتي، لكن مش هلعب في 100%، مش هدي، فده يتجمد يغور في 60 داهيه ما يلعبش خلاص. وهو اللي اختار، هو اختار الفلوس. الباشا بدل ما يختار المجد مع نادي الزمالك يبقى واحد من رموز نادي الزمالك، بعد كده هيبقى الهداف التاريخي، بعد كده يبقى في مجلس الاداره، بعد كده يبقى رئيس نادي. لا، اختار الفلوس زياده عشان يلعب في النادي الاهلي 4 سنين، بعد كده يمشي. هو ده زيزو، وهو ده اختياراته، هي دي دماغه. بدل ما يبقى هداف تاريخي، لا يلعب 4 سنين عشان فلوس زياده، وعشان يبقى مشطشط الفشيخ الملعلع الكيوت الامور، وخلاص 4 سنين بعد كده هيترمي زيه زي غيره، زي كل الناس اللي راحت من الزمالك الاهلي دلوقتي، اخرهم بيطلعوا في القنوات بياخدوا 5000 جنيه ولا حاجه وخلاص، يقعدوا يشتموا ويهبلوا على بعض وخلاص. بس هو ده زيزو بعد كده، ولا هيبقى في مجلس اداره النادي الاهلي، ولا هيضيف في النادي الاهلي، ولا طبعا هيخش نادي الزمالك اصلا. وبالذات زيزو بعد اللي عمله ده. ده امام عاشور انضف منك يا راجل. امام عاشور على اللي حتى ما عملش كده، امام عاشور اتباع بالعافيه، اتباع بالعافيه. ولما يجي على نادي الزمالك، والزمالك هو اللي ما كانش معاه فلوس، فعشان كده راح النادي الاهلي. يعني شوف بقى، امام عاشور انضف منك، بن شرقي انضف منك برضه،
بن شرقي برضه راح وجه وبرضه. لكن انت حتى دلوقتي برضه عماد النحاس طالعه مش هيرده، بيقول لك ان هو كان قاعد معاهم متفق اللي قبل ما يجدد المره الاخيره دي، قعد معاهم متفق ومش عارف ايه، بس لقوه برضه ايه، وهو بيتفق معاهم بيتفق مع بيراميدز، فقال لك لا يا عم خلاص، مش عارف ده على حسب قصته يعني، انا ما اعرفش بقى قصته حقيقيه ولا لا. يعني حتى طول عمره كلب فلوس يعني، بس اقول لي بس صفر يعني، مش عارف والله اقول ايه. فيا جماعه مش عايز حد من الزمالك يا جماعه ايه يمشي بعواطفه، ومش عاوز، وبزعل قوي ما حد الاقي حد يجي يقول لك انا اديله كليتي اديله فلوس. إيه يا عم ده؟ انت عامل عندك حاجه زياده خليها لنفسك، خليها لاهل بيتك. هتدي واحد بياخد 40 مليون وعاوز ياخد 100 مليون، وفي الاخر برضه اديته كليتك، هيسيب برضه النادي وهيروح النادي تاني. فاتمنى كده ان شاء الله، اتمنى الناس ما تزعلش حتى لو راح النادي الاهلي، وحتى لو ما راحش ما ده ما يقعدش، عشان يبقى درس كده اهو، درس كده لكل اي لعيب طماع ما يقعدش. خلاص يغور في 60 دقيقه، هو اهم حاجه عنده فلوس. بقى ده واحد بيحب الجمهور ولا بيحب النادي، وحجته اصل ايه مش عارف، ممدوح عباس، ممدوح عباس هو اساسا ملوش اي صفه رسميه بنادي الزمالك، شتم ابوه، شتم ابوه ايه ده، هو في تويتر يعني، هو يعني بيلقح على بعض كلام. عمل ايه؟ وبعدين انت يعني انت بتعاقب نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك عشان ممدوح عباس لا حل ابوك؟ ما شاء الله انت عندك كرامه قوي يعني. يعني الكل الكامل النادي كانوا الجمهور النادي الاهلي في 6 سنين عاملين يشتموك ويقولوا عليك زيزو بالونه، وزيزو ضربات جزاء، وزيزو عرضيات، كل ده كان عادي على قلبك زي العسل، وزيزو مش عارف في ايه وكذا، وزيزو زومو، واتريقوا عليك وبطولة افريقيا لما قصدي وفي افريقيا لما انت رحت ما خدتش الجايزه ومسكوك في صاروخوك تريقه، كل ده عادي بقى كده. بس عشان الفلوس، الدولارات حلوه يا عم زيزو، نفس الكرامة طبعا. ف... فعشان كده انا بقول لك هو لا، هو لا. يعني حتى لو هو انت ماشي اوكي، حقك تامن مستقبلك، ونادي الزمالك يا عم ما فيهوش فلوس، بس رغم كده يعني نادي الزمالك قال لك تعالى اكتر من مره، قال لك اقعد وخلاص وهديك انت عاوزه، بس انت برضه رحت عشان الفلوس زياده. كان ممكن تطلع الخليج، اشمعنى ليه طبعا ما رحتش للخليج طيب؟ عشان انت من جواك مش نضيف، انت مش تمام من جواك يا عم زيزو. عامة انا بس حبيت بس اقول بس الكلمتين دول، وعشان الناس لما الزملكاويه قبل الاهلاويه، انا طبعا الزملكاويه هم دول اللي يهموني، لما اقول يا جماعه معلومه يعرفوا يا جماعه ان انا بقول لكم الصدق يعني، انا ما عنديش حاجه بيني وبينين، لو في حاجه هقول لكم يا جماعه ده الصح وده فاهمين يعني ايه، انا هجيب لكم من الاخر يعني. انا وانا بحاول عليكم والحمد لله تاريخي بيقول كده معاكم، تاريخي بيقول كده، انا ولا بقول لكم يلا لايك وشير والحاجات ولا مش عارف ايه، بس شكلي هقول بعد كده عشان الناس ايه، عشان عاوز صوتي يوصل لكل الناس، عشان ايه الناس تعرف الحقيقه من الباطل بعد كده اهو. مش عاوز ولا مركز اداره بتاعت الزمالك يشتغلونا في حاجات في صفقات فاشله ولا حاجات فاشله، او الجمهور او الجمهور بالجمهور الاعلام الاحمر الفاسد يطلع يشغلكم في حاجات كلها هبل، وفي الاخر بيطلع كلهم كلام كذب في كذب. ففي الحالتين انا بقف في الحالتين، لان اهم حاجه عندي هو نادي الزمالك، ونادي انا مش تبع حد، ومش تبع، انا مش تبع اشخاص، انا تبع الكيان. اللي هيفيد النادي بتاعي انا تحت امره، واللي مش هيفيده هياخد يعني على دماغه. ماشي يا جماعه، اشوفكم على خير ان شاء الله، وان شاء الله كده اللي جاي يبقى احسن نادي الزمالك. يلا سلام.